السلام عليكم متابعينا الكرام. بعد مونديال قطر 2022 الباهر، والذي وصف بأفضل مونديال على الإطلاق من قبل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ها هي الآن تفصلنا مدة 3 سنوات فقط على مونديال 2026 الذي سيكون أول مونديال ينظم في 3 بلدان مختلفة، وأول مونديال سيشارك فيه 48 منتخبا. مونديال 2026 سيكون مشتركا بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حدث عالمي ضخم ستخصص له كل الوسائل للنجاح، وأبرز الوسائل وأهمها هي الملاعب التي ستستضيف العرس العالمي. 16 هو عدد المدن التي ستستضيف المونديال، ب16 ملعب فاخر وفخم سيكون في الموعد. في هذا الفيديو سنعطيكم نبذة مختصرة عن كل الملاعب مونديال 2026. لكن متابعينا الكرام، قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. الولايات المتحدة الأمريكية. ملعب ميت لايف ستاديوم يقع في مدينة نيوجيرسي غرب مدينة نيويورك. افتتح سنة 2010 بتكلفة بناء وصلت إلى 1.6 مليار دولار، وكان أغلى ملعب في أمريكا في ذلك الوقت. تم تجديده سنة 2019 لتصبح التكلفة الإجمالية هي 1.9 مليار دولار. يستضيف حاليا مباريات فريقا مدينة نيويورك اللذان ينشطان في دوري الكرة الأمريكية. سعة الملعب هي 82,566 متفرج. ملعب لوفي ستاديوم يقع هذا الملعب في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا. تم بناؤه في عامين، حيث بدأت الأشغال بنائه عام 2012 وانتهت سنة 2014 بتكلفة بناء بلغت 2 مليار دولار. استضاف هذا الملعب حفل افتتاح بطولة كوبا أمريكا المئوية سنة 2016، ويستضيف مباريات فريق سان فرانسيسكو 49 الذي ينشط في دوري كرة القدم الأمريكية. تبلغ سعة هذا الملعب 68,500 متفرج. صوفي ستاديوم هو ملعب ومجمع ترفيهي يقع في لوس أنجلوس بكاليفورنيا. تم افتتاحه سنة 2020، ويعتبر أغلى ملعب في أمريكا بتكلفة بلغت 5 مليار دولار، حيث يستضيف مباريات سان دييغو ولوس أنجلوس رامز اللذين ينشطان في دوري كرة القدم الأمريكية. استضاف سوبر بول 2022. سعة الملعب هي 70,000 متفرج، مع إمكانية التوسيع ب30,000 مقعد، حيث تصل ل100,000 في الأحداث الرياضية الكبرى. مرسيدس بنز ستاديوم يقع هذا الملعب التحفة في مدينة أتلانتا. عند إغلاق سقفه يظهر شعار مرسيدس، وتعد أبرز مميزات هذا الملعب احتوائه على شاشة عرض ضخمة جدا، حيث تقدر مساحتها بنحو 5,800 متر مربع، وباستطاعة جميع جماهير الحاضرة مشاهدتها بشكل بانورامي. تقدر تكلفة بنائه ب1.6 مليار دولار. يستضيف مباريات فريق أتلانتا يونايتد لكرة القدم وفريق أتلانتا فلانكرز الذي ينشط في دوري كرة القدم الأمريكية. وتقدر سعة الملعب ب71,000 متفرج، مع إمكانية الوصول إلى 83,000 متفرج في الأحداث الكبرى. ملعب جيليت ستاديوم يقع هذا الملعب في مدينة فوكسبورو بالولايات المتحدة الأمريكية. تم افتتاحه سنة 2002. تكلفة تشييده بلغت 325 مليون دولار، ويعتبر الملعب الرسمي لفريق نيو إنجلاند بيتريوتس المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، ونادي نيو إنجلاند ريفولوشن المنافس في دوري كرة القدم. سعة الملعب هي 68,756 متفرج، ويمكن أن تتوسع ل73,000 متفرج. ملعب كابويز ستاديوم يقع هذا الملعب في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية. يعتبر أكبر ملعب مقبب في العالم، وأكبر ملعب بدون أعمدة داخلية، وتعتبر الشاشة الداخلية أكبر شاشة في العالم. افتتح سنة 2009، وهو ملعب نادي كرة القدم الأمريكية دالاس كابويز. سعته 80,000 متفرج، مع زيادة عدد المقاعد لتصل إلى أكثر من 105,000 متفرج في الأحداث الرياضية الكبرى. ملعب أروهيد ستاديوم
يقع الملعب في مدينة كانساس سيتي ميزوري. هو ملعب قديم حيث تم افتتاحه سنة 1972 وأعيد تجديده سنة 2010 بتكلفة بلغت 375 مليون يورو، وهو ملعب فريق كانساس سيتي تشيفز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية. سعة الملعب هي 76416 مقعد. ملعب هارد روك ستاديوم. يقع هذا الملعب في مدينة ميامي بفلوريدا، حيث تم افتتاحه سنة 1987 بتكلفة بلغت 115 مليون دولار في ذلك الوقت. هو ملعب فريقان يمثلان مدينة ميامي اللذان يلعبان في دوري كرة القدم الأمريكية. استضاف عدة أحداث رياضية ضخمة نذكر منها سوبر بول سنة 1989 1997 2007 2010 و2020، وتبلغ سعة الملعب 75192 متفرج. ملعب لومون فيلد هو ملعب لكرة القدم الأمريكية وكرة القدم، يقع في مدينة سياتل واشنطن. تم افتتاحه سنة 2002 بتكلفة بلغت 430 مليون دولار، ويعتبر ملعب لفريق سياتل سيتي المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية وفريق سياتل لكرة القدم، حيث استضاف الكرة الذهبية سنة 2005، وتبلغ سعة الملعب 67 ألف متفرج. كندا. ملعب بي سي بليس هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في الجزء الشمالي من فالس كريك بكندا. تم افتتاحه سنة 1983 وتم تجديده سنة 2009، ويعتبر الملعب الرسمي لنادي فانكوفر في الدوري الأمريكي لكرة القدم. كان الملعب الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية سنة 2010 والألعاب البارالمبية الشتوية في نفس العام، التي جرت فعاليتها في مدينة فانكوفر، بالإضافة إلى استضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2015. وتعتبر سعة الملعب ب 54500 متفرج. ملعب بي ام او فيلد يقع في مدينة تورونتو الكندية، وهو ملعب خاص بكرة القدم، حيث تم افتتاحه سنة 2007، ويعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه المنتخب الكندي مبارياته الدولية. وتبلغ سعة هذا الملعب 20500 متفرج، وبعد توسعته ستصل إلى 40,000 متفرج. المكسيك. ملعب أستيكا وهو ملعب لكرة القدم في مكسيكو عاصمة المكسيك. تم افتتاح الملعب في 29 ماي 1966، ويعد الملعب الرسمي لمنتخب المكسيك. لعب فيه المونديال مرتين سنة 1970 وسنة 1986، بالإضافة إلى أنه يعد هذا الملعب رفقة ملعب الماراكانا الوحيدان اللذان استضافا نهائي كأس العالم مرتين، وتبلغ سعته 105,000 متفرج. ملعب بي بي في آي يقع هذا الملعب في مونتيري بالمكسيك. تم افتتاحه سنة 2015، وتكلفة تشييده بلغت 200 مليون دولار، وكان أغلب ملعب مكسيكي وقتها. يعتبر الملعب الرسمي لفريق مونتيري المكسيكي. بلغت سعته 51,000 متفرج سنة 2015، وبعد التوسعة سنة 2016 أصبحت سعة الملعب 53,000 متفرج. ملعب أكرون يقع في غوادالاخارا في المكسيك. افتتح سنة 2010. هو الملعب الرسمي للنوادي غوادالاخارا المكسيكي وتشيفاس وتاباتيو لكرة القدم. كانت مكانا لحفلتي افتتاح وختام لدورة الألعاب الأمريكية لسنة 2011، وتبلغ سعة الملعب 49,850 متفرج.